بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. الكنيسة في مصر بتحتفل الأيام دي والسنة دي كلها بمرور 17 قرن على مجمع نقي، والنهاردة بالذات هو تاريخ مجمع نقيا بالظبط يعني. فعشان كده النهاردة الكلمة هتبقى على يعني مجمع نقيا وأثناسيوس وكده. طب ايه أهمية مجمع نقيا وايه أهمية إيمان أثناسيوس بالنسبة لي أنا؟ يعني عشان يعني أنا اللي يفرق معايا في حياتي. مجمع نقيا كان يعني أول مجمع مسكوني كبير بعد مجمع أورشليم اللي كان أيام الرسل. كان أول مجمع مسكوني كبير كان يعني بيتناقش فيه الإيمان، لأن كان فيه مشكلة كبيرة لحياتنا ولأبديتنا ولمسيحيتنا كلها. كان في يعني قسيس ليبي اسمه أريوس. الراجل ده درس يعني في مدرسة أنطاكيا اللاهوتية، وهي مدرسة فلسفية شوية، وكان يعني بيقرأ الإنجيل بشوية بدماغه يعني وبمنطقه وبفكره. فلما قرأ شوية آيات زي أبي أعظم مني، زي الله قناني، أو يعني خلقني أول خلقته، أو قناني أول خلقته، كان افتكر إنه الله الآب خلق الابن وبيه خلق العالم، وإن الابن مش مساوي للآب في الألوهية ولا في الزمن، وكان في وقت الآب موجود والابن مش موجود، وإن الآب أعظم من الابن. طبعا ما نقدرش ناخد آية واحدة في الإنجيل ونبني عليها إيماننا. الإنجيل بيتاخد من آيات الكتاب المقدس كلها على بعضها. كان الإيمان ده صعب شوية، يعني اللخبطة اللي قالها أريوس دي كانت صعبة قوي، وهنفهم ليه صعبة وليه كان لازم الكنيسة تقف قصادها. لأن لو المسيح مش هو الله، لو المسيح مش مساوي للآب، لو المسيح مش هو الخالق، لو المسيح مش هو اللي تمم الخلاص لينا كلنا وغير طبيعتنا، لو هو مش إله ما كانش يقدر يعمل الحاجات دي كلها. عشان كده ربنا كان مرتب إنه هيطلع إبليس بالبدعة دي، والله كان مرتب الشخصيات اللي هتقدر تقف ضد البدع دي. يعني أثناسيوس مش أول واحد، لكن كان قبليه في مدافعين عن الإيمان كتير حلوين، وكان في ناس من أجل الإيمان بتستشهد عشان الإيمان. فأثناسيوس أثناء كان في مجمع نقي كان عنده 23 سنة، وكان يدوبك لسه شماس. بقى البطرك بعدها ب3 سنين، لكن هو كان لسه شماس. ولما كان شماس شاف في حياته حاجات مهمة أثرت في تكوينه خالص. كان في أسقف اسمه فيلياس، كان أسقف منطقة اسمها تميل أمديد. ده كان طبعا لسه الدولة الرومانية، الإمبراطورية الرومانية لسه كانت بتضطهد المسيحيين، وشافوا وسمع عنه انه استشهد بالعذاب لغاية ما مات وهو مصر على ايمانه. وشاف قد ايه الراجل ده كان حلو، وقد ايه اصر على ايمانه لغاية النفس الاخير، وده اثر فيه طبعا. وحاضر او عاصر برضو البابا بطرس خاتم الشهداء لما استشهد، فكان مدرك في وعيه انه الايمان بالمسيح غالي، وان معرفة الله الحقيقية غالية تستاهل ان الانسان يموت عشانها. ما هياش افكار في الدماغ ممكن الانسان لما تتعرض حياته للخطر يسيبها، لا، ده ايماننا يوصلنا للسماء، ولو تخلينا عنه تضيع مننا السماء. عشان كده اتربى في جو
ناس بتحب الله، ناس تؤمن بالله، ناس عارفة الله بالحقيقة. ودرس أثناسيوس الرسولي درس المسيحية حلو، وربنا اداله فهم وذهن نقي لدرجة انه كتب كتابين ضد الوثنيين وضد الأريوسيين قبل ما يبقى بطرك وقبل مجمع نيقيا نفسه. المهم في مجمع نيقيا كان أثناسيوس الشماس ده كان البطل بتاع مجمع نيقيا. مش هنحكي كتير على أثناسيوس، لكن هنحكي كتير على أثناسيوس لو يمسك الميكروفون دلوقتي يقول لنا ايه. البابا شنودة في ذكرى 16 قرن على يعني نياحة البابا أثناسيوس قال لما يتكلم أثناسيوس يسكت كل الناس، وقال لما تحكي عن أثناسيوس انت بتحكي عن الفضيلة وبتحكي عن الإيمان اللي فيه حياة، مش إيمان مجرد. خلينا نسأل بقى البابا أثناسيوس، لو النهاردة انت في وسطنا تحب تقول لنا ايه الإيمانيات اللي خلتك تحارب أريوس؟ يا ريت تحارب أريوس بس، ده حارب أريوس وتبعات أريوس. تبعات أريوس دي كانت كتيرة أوي أوي. وصل في وقت من الأوقات إن العالم كله كان أريوسي، لدرجة قالوا للبابا أثناسيوس ده أنت ضد العالم، العالم كله ضدك. قال لهم وأنا ضد العالم، وسموه في اليوناني أثناسيوس كونترا موندوم، يعني ضد العالم كله. اجتمع كذا مرة مجمع ضده من أساقفة أريوسيين ونفوه عن كرسيه وحرموه وكمل. والأباطرة ولاد قسطنطين واللي تبعوا كده كانوا بيحاربوه لأنهم كانوا أريوسيين، لدرجة واحد فيهم يعني ده كان مطلوب راسه بقد كده عشان يقتلوه، لأنه كان مسيحي قوي حلو قوي، لكن كان ما يسيبش الإيمان أبدا. مرة إمبراطور عشان يقتله راح له هو القسطنطينية واتكلم معاه عن الإيمان لأنه كان أريوسي، فما كان من الإمبراطور عشان يقتله إلا إنه حطه في مركب كده خيبانة، يعني ما فيهاش شراع ولا حد يسوقها ولا أي حاجة، ورماه في البحر وقال بس هيموت في البحر. وطبعا لما تخشوا تعرفوا إن البحر اللي يمكن على الشط البحر عادي، لكن جوه شوية لما تخش جوه يبقى بحر يعني بيوقع المراكب الكبيرة قوي وتغرق فيه المراكب الكبيرة. اللي دخل البحر من جوه وشاف اللي بيحصل في التموج الكبير بتاعه يقول فعلا فعلا دي كانت سكة عشان يموتوا بيها. لكن الله عشان يعلن قداسة الراجل ده وعشان يثبت الإيمان اللي هو عايز يقوله لنا، خلى المركب بتاعته اللي من غير شراع ومن غير كابتن ومن غير قائد توصل اسكندرية في 3 أيام. ودي تعيد من ال3 أعياد اللي بنعيد فيها للبابا أثناسيوس، لأن دي كانت إثبات من الله إن الرجل ده رجل الله. إيه اللي خلاك يا أثناسيوس تتعرض لكل ده؟ قال ده مهم أوي أحكي لكم إيه الإيمان بتاعي اللي أحب أوصله لكم. قول لنا يا عم. قال الله لما خلق الإنسان وإداله نعمة الوجود وإداله نعمة التعامل مع الله، وإداله إنه يكون على شبه الله. الله خلق الإنسان وإداله 3 نعم: إنه يكون موجود ويكون على شبه الله وإنه يبقى له تعامل مع الله. ودي كانت 3 نعم ربنا اداها للإنسان من ساعة ما خلقه. إبليس لما ضحك على الإنسان وخلاه يقع في السقوط فقد ال3 نعم دول. فقد التواصل مع الله، وفقد القداسة، وفقد إنه يعيش للأبد،
وأصبح يروح للموت، وفقد كمان القداسة الداخلية بتاعته أو شبهية الله، وأصبح طبيعته فاسدة. فاسدة يعني ميالة للخطية. طب يا رب هتسيب الإنسان كده يستاهل الموت، لأن أجرة الخطية موت. طيب هو يستاهل الموت نسيبه؟ لا، أنا خلقته عشان يعيش للأبد ساعة ما خلقته. طيب وبعدين تنطق كلمة كده وتقول يلا براءة يعيش للأبد؟ لا، أنا بشرح لكم الشرح اللي بيقوله البابا أثناسيوس، فاعتبره هو اللي بيتكلم يعني. قال يعني أكثر القانون اللي أنا حاطه، ربنا يقول يعني أكثر القانون اللي أنا حاطه إن أجرة الخطية هي موت. لا، طب ما أجرة الخطية موت، يبقى الإنسان لازم يموت. الإنسان لازم يموت. طب وفي نفس الوقت أنت مش عايزه يموت لأنه خليقتك وأنت عايز تعيشه للأبد، صح؟ طب إيه الحل؟ ما ينفعش ملاك يحل المعضلة دي، لأن الملاك ملوش جسد ومش على صورة الله. طب ما ينفعش نبي ينفع؟ لا، نبي ما ينفعش. طب رئيس آباء، رئيس أنبياء، أي حاجة زي كده، شخص يعني ينفع؟ ما ينفعش، لأنه لازم الشخص اللي يحل المعضلة بتاعت الإنسان دي يكون شخص يعني يعرف يموت عن الإنسان وفي نفس الوقت يعيش الإنسان. طب إيه بقى الحاجتين اللي عكس بعض دول؟ يعني إزاي يموت عن الإنسان وإزاي يعيش الإنسان؟ فما كانش فيه حل غير إن الله شخصيا لأجل حبه للبشرية ياخد جسم البشر، ولما ياخد جسم البشر أصبح عنده جسد قابل للموت. فاقتبل العجينة البشرية اللي خدها من أمنا العذراء، فبقى معاه جسد قابل للموت، واتحد بطبيعتنا عشان ينقل لنا حاجات كتير قوي. لكن من أهم الحاجات اللي نقلها لينا إنه لما طلع على الصليب بالطبيعة دي اتقابل مع الموت اللي كان لازم يواجه الإنسان. ولما اتقابل مع الموت صحيح مات، لكن بلاهوته قام. الموت لما اتقابل معاه في نسيج جسم الإنسان انهزم الموت وضاع، وبقى الإنسان مفيش سلطان للموت عليه، لأنه زي ما الموت دخل في طبيعة الإنسان وتغلغل فيها، وكان كل إنسان طبيعته فاسدة وفي الآخر هيموت، دخل المسيح في الطبيعة دي عشان يقدسها وسكن فيها. فتوارى، بيقول توارى في الجسد، استخبى في الجسد عشان يقابل العدو الإنسان، فساد الطبيعة والموت. ولما يتقابل معاهم ينتصر عليهم لينا، وأصبح كل واحد فينا بالمسيح يقدر يسترجع شبهية الله تاني، وبالمسيح ما عادش للموت سلطان علينا. ليه؟ لأن الموت استنفذ قوته مع المسيح وانتهى، وما عادش له سلطان على البشر اللي لهم علاقة مع ربنا. ما هم الأول لو كان البشر كملوا علاقتهم مع الله ما كانوش سقطوا، لكن كانت النعمة اللي اداها لهم كانت مرتبطة بأنهم يستمروا معاه. لما هم بعدوا عنه ضاعت النعم دي، فرجع تاني الأمر تاني. المسيح ادهن فرصة تاني، ادى للبشر فرصة تاني، بس بقت فرصة شخصية لكل واحد فينا. كأننا تاني رجعنا لأيام آدم. اللي يلزق في المسيح ياخد نعمة القداسة، وياخد نعمة التعامل مع الله، وياخد نعمة الأبدية. واللي ما يلزقش في المسيح النعم دي ما تبقاش معاه، ويتعرض للموت الأبدي. ليه؟ لأن الإنسان في طبيعته يعني فاسد، وفي طبيعته زائل.
الله لما خلق الإنسان، يا الله العظيم الأبدي الذي خلق الإنسان على غير فساد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هدمته بإيه؟ بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا. يبقى الله لما خلق الإنسان خلقه يعيش للأبد. لما الإنسان انفصل عن الله خلاص ضاع منه الأبدية. عشان كده المسيح جه يتجسد، بس عشان يعيد لنا كل ما فقدناه من آدم الأول. المسيح كده بيتسمى في العهد الجديد آدم التاني، آدم اللي بيعيد خلقتنا تاني، آدم اللي بيدينا فرصة تانية، آدم اللي فتح لنا باب السماء، آدم التاني اللي انتصر على الموت، آدم التاني اللي انتصر لنا على عدونا إبليس وادانا قوة وسلطان إن احنا يبقى تحت رجلينا بنعمته هو وقوته هو، غلبوا لينا. زي ما يكون كده أنا يعني بواجه، يعني هو بالنسبة لربنا ما يطلعش حتى صرصار، زي ما يكون أبويا بيدوس على الصرصار بس شايلني على كتفه فيقول لي برافو عليك أنت غلبت الصرصار، ما عملش حاجة، لكن هو اللي غلبهولي لحسابي. فأنا إبليس وأنا بعيد عن المسيح أقوى مني كتير، لكن بالمسيح هو مهزوم في المسيح. فالمسيح لما جه ما عملش حاجة بسيطة أبدا، ده دخل طبيعتنا وتغلغل فيها عشان ياخد اللي لينا ويدينا اللي ليه. تاخد ايه لينا؟ اخد فساد طبيعتكم وغيره. تاخد ايه لينا؟ اخد الموت والبعد عن الله وعن الأبدية. وتدينا ايه؟ اديكوا القداسة. تدينا ايه تاني يا رب؟ اديكوا الحياة الأبدية، اديكوا كل حاجة حلوة. من ساعة مثلا لما نشوف المعمودية مثلا، لما المسيح راح يتعمد سمعنا ايه؟ سمعنا ان الروح القدس نزل عليه. يعني ايه يا رب؟ اصل انا خدت طبيعتكم واتحدت بيها عشان كل اللي عملته للناسوت بتاعي هو لحسابكم انتوا. فلما الروح القدس يحل عليه في المعمودية يبقى الروح القدس يحل علينا احنا كمان، يحل علينا في المعمودية احنا كمان. لما ناس يسمع من الآب هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، يبقى أنا بقيت محل مسرة الله الآب في المسيح. يعني اختصار الكلام بابا أثناسيوس بيقول لنا بدون المسيح مفيش أبدية، بدون المسيح مفيش قيام، بدون الاتحاد بالمسيح وحبه والالتصاق بيه لا هتغلبوا إبليس ولا هتوصلوا للسماء ولا هتعملوا ولا حاجة. طب كل الفساد بتاع طبيعتنا انتهى في المسيح. طب وأنا أخده إزاي؟ على مستوى شخصي، من ساعة ما أتعمد وأآمن وصدق والزق فيه، كل اللي هو كان عايز يدهوني يقدر يدهوني، لأن القصة قصة حب وقصة علاقة شخصية. قبل ما أنسى بس، البابا أثناسيوس كان عايش اللي بيقوله ده. يقولوا عليه اضطهد كثيرا ولم يضطهد أحد. يقولوا إنه كان مثال للتقوى، يعني كان شخص مليان حب، كان مليان تقوى، فما كانش دماغ بيتكلم وخلاص، لا ده كان شخص حي، حي بالمسيح. وعشان كده اللي بيحكيه اللي هو عايشه، عايش حب المسيح والالتصاق بالمسيح وعشق المسيح. عشان كده يقولوا كان الكلام يتدفق من فمه من المسيح الساكن فيه بالروح القدس اللي كان مليه. كان الكلام يتدفق من فمه بالمسيح الساكن فيه بالروح القدس اللي حاله جواه. الكلام ده ممكن يحصل معايا؟ طبعا. وده اللي كان بيقوله البابا أثناسيوس. كل واحد فيكم ممكن يكون أثناسيوس، ممكن يكون ماري جرجس، ممكن يكون أي، تبقي القديسة دميانة، تبقي أي حد حلو. ليه؟ لأن أساس الحلاوة في المسيح. بس أنا علاقتي مع المسيح شكلها إيه؟ أنا مديله حياتي ولا لأ؟ وبديله حياتي كل يوم ولا لأ؟ سايبه يمتلك حياتي ولا ماشي براسي؟ هنمشي تاني براسنا؟ نرجع تاني لآدم؟ نفقد النعم اللي الله عايز يدهنا؟ ولا نلزق في المسيح فناخد كل النعم اللي عايز يدهنا؟ يسوع حضر لنا حاجات كتير قوي، وفي التجسد بتاعه عمل كل حاجة. عشان كده هنلاقي كلام كتير كتير موجود في الأناجيل، يعني الآيات كتير خالص خالص. يقول مثلا
لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا حديثا حيا بالحجاب أو بتمزيق الحجاب أي جسده. يعني بقالنا ثقة إن احنا ندخل الأقداس الأبدية السماوية. بإيه؟ بدم يسوع. بإيه؟ بتمزيق جسده على الصليب. يعني المسيح على الصليب ما عملش حاجة بسيطة، ده ساب جسده يتمزق بالجلد وبالمسامير وبشكليل الشوك وبالإهانات وكل حاجة، من أجل إنه يبقى لنا عن طريقه سكة للدخول للسماء. لنا ثقة بدخول الأقداس بدم يسوع، طريق صنعه هو لينا. طب صنعه ليا وأنا في دماغي الفكرة؟ لا، وأنا في دماغي الفكرة ويسوع في قلبي، ويسوع مالك على قلبي، وعلاقة مستمرة معاه، حب كل يوم متواصل. العلاقة مع الله علاقة روحية، مش علاقة عقلانية فكرية. ما هو أريوس كده، أريوس كان عنده دماغ بس. ايه اللي فرق أريوس عن أثناسيوس؟ ان أريوس كان عنده دماغ بس، لكن أثناسيوس كان عنده حياة، كان عنده علاقة مع الله، علاقة حقيقية، كان عنده حب، كان الروح القدس مليء بالحب، قلبه اتملى بحب الله وعشق المسيح والاتحاد بيه، وصار أمين للمسيح لآخر يوم في حياته. وده اللي عايز أوصله لنا النهاردة. عاوز تخش السماء، عاوز تبقى سماوي، المسيح أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات. عايز تعيش للأبد في المسيح، عايز تغلب إبليس في المسيح، عايز تعمل أي حاجة هي في المسيح. كان في كل كتابات البابا أثناسيوس لازم يوجه النظر على المسيح بس، وكان في كل كتاباته لازم يجيب آية أو معنى آية، ما كانش بيكتب سطر من غير الكتاب المقدس. عشان كده بيقول عايز تعرف ربنا قوي، اقرأ الكتاب كتير، خلي الكتاب يملاك، خلي الروح القدس يكشف لك كل حاجة عن الأبدية وعن كل حاجة. الحقيقة البابا أثناسيوس هو مثال وبيوصل لنا رسالة. اوعى تسيب المسيح، اوعى تكون علاقتك بيه علاقة سطحية، اوعى تخلي العالم ياكلك وتضيع كل اللي عمله المسيح لأجلك. ناس كتير هتضيع، ناس كتير سمعت عن المسيح لكن ما عاشتش معاه، ناس كتير سمعت عن المسيح وقعدت تقول وحلو وإله ومش عارف ايه وبتاع، مفيش علاقة معاه. لكن اللي حب المسيح والمسيح ملك على قلبه وحياته اتغيرت وكل يوم عايش معاه، كل يوم بيقرأ الكتاب، كل يوم بينفذ الوصية، كل يوم بيجي يتناول، ولما يتناول يقول له من تعليم البابا أثناسيوس، يقول نحن في الإفخارستية نتحول إليه ولا يتحول هو فينا. يعني هو مش بيبقى دمه بقى في دمنا فلما نتعور الدم بتاع يسوع يطلع في الشارع، لا، احنا اللي نتحول إليه. فكل تناول احنا بنتحول إليه، نبقى شبهه. دي النعمة اللي عايز يديها لنا كل مرة في كل قداس. طب ولما نقرأ الكتاب روح القدس يكشف لنا عن أسرار الأبدية. كل حاجة جميلة هي في المسيح، كل حاجة جميلة نعرفها بالروح القدس لما نقرأ الكتاب المقدس. لما نرجع للناس الحلوة اللي عاشت دي بيوصونا وصايا، اوعوا تعيشوا بعيد عن ربنا، اوعوا تقفلوا كتابكم المقدس، اوعوا يكون الكتاب مقفول. في معظم العائلات المسيحية الكتاب مقفول للأسف. طب هنوصل للسماء ازاي؟ طب هنعرف ازاي؟ هنعرف المسيح ازاي؟ هنعرف الغنى اللي لينا ازاي؟ كتاب مقفول. تقول لهم فين الكتاب المقدس، يقعدوا يلفوا ويدوروا بتاع، وفي الاخر تلاقي جايبين لك حاجه كده عهد قديم اتوزع عليهم من 30 سنه. ايه ده؟ ايه ده؟ هنخش السماء ازاي؟ نخش السماء ازاي من غير ما نقرا الكتاب، ومن غير ما يكون قراءة الكتاب دي يومية؟ هيكشف لنا الله ازاي عن الاسرار بتاعته؟ هنقدر نخلي الروح القدس يملانا ازاي ويقوينا ازاي من غير ما نقرا الكتاب؟ خش السماء ازاي من غير ما يكون لنا علاقة شخصية وحب وصلاة يومية والتصاق كده بربنا، مطنيات ومزامير؟ واحد كده له علاقة مع الله شخصية. الله عايز ينقل لنا كل حاجة، عايز يغيرنا، عايز يخلينا شبهه، عايز يعمل لنا حاجات غنى غير عادي. لكن الغنى الغير عادي ده مش هيتم بال
يعني بالتمنيات هيتم لما نبقى لنا علاقة معاه، يبقى لنا التصاق بيه، يبقى لنا حب ليه. البابا أثناسيوس كان عاشق للمسيح، كلمة جميلة جدا جدا. عايزين نبقى احنا كمان كل واحد فينا عاشق للمسيح. بابا أثناسيوس ما كانش بيسيب الكتاب المقدس، عايزين ما نسيبش الكتاب المقدس. بابا أثناسيوس كان بينفذ الوصية قوي، عشان كده كان يقولوا كان مثالا للتقوى. مثال للتقوى، بيقول لما تحب تحكي عن التقوى تحكي عن أثناسيوس. ويقول لما كان يعني في الخمس مرات اللي اتنفى فيها، لما كان يرجع اسكندرية كان تحصل نهضات روحية، الناس تحب بعض والناس تزور بعض والناس يحصل نهضة كده، نهضة في الناس بسبب الروح القدس اللي كان مصاحب هذا الرجل الحلو اللي بيقول لنا خليكم انتوا كمان كده. يا رب عايزين نسمع رسالة أثناسيوس. رسالة أثناسيوس بتقول المسيح المسيح المسيح. كتاب المقدس كتاب المقدس. الزق في ربنا، عيش الأسرار مش على أساس إنها أسرار وخلاص، لكن هي الطرق اللي بينقل منها الله حياته لينا وقدسته لينا. خلينا نهتم بقراية الكتاب، خلينا نهتم بالتناول، خلينا نبص على المسيح ونقول له يا رب مش عايزين غيرك، ملناش غيرك يا رب، احنا من غيرك ملناش حياة، من غيرك هتبقى ميولنا للشر وللخطية وللضعف وللموت والفناء. لكن وجودك في حياتنا هو اللي هيغير كل ده. وجودك في حياتنا هو اللي ينقل لنا القداسة، وهو اللي ينقل لنا الحياة الأبدية، وهو اللي يخلينا أبناء للنور. كل ضلمة فينا تختفي لما المسيح ينور جوه حياتنا، وكل موت جوانا يختفي لما حياة المسيح تواجه الموت ده، زي ما المسيح عمل في جسده يعمل فينا. عشان كده يقول أقامنا معه وخدنا معاه وأجلسنا معه في السماويات، وخلى مواطنتنا في السماء، وخلانا حاجة تانية خالص خالص. طب إذا كان أنا علاقتي بالمسيح علاقة سطحية شكلية، أديني باجي الكنيسة وبعمل كده ومش عارف إيه وبعدي وبتاع وخلاص، طب هو يعني طب ربنا هينقل لك حياته إزاي؟ هو عايز ينقل لك حياته. لكن اسمع نصيحة البابا أثناسيوس، خلي ليك علاقة شخصية معاه، خلي ليك علاقة يومية معاه، حبه من كل قلبك، اديله فرصة يغيرك. واسمع صوت الروح القدس من خلال الكلمة المقدسة. كل ما تقرأ الإنجيل والروح القدس يرشدك، قول له طب يا رب عايز أنفذ الوصية بس عايز نعمة، يديك نعمة. طب يا رب أنا مش قادر أحب أعدائي، خليني أحب أعدائي، يديك تحب أعدائك. طب يا رب أنا مش قادر أصبر على مش عارف إيه، يديك تصبر على مش عارف إيه. عندي قضية كبيرة وعندي مشكلة كبيرة ومش قادر أتحملها، يديك قوة للتحمل. مسيح يقدر يدينا كل حاجة، لكن لمين؟ للي عايزه، للي طالبه، للي ملتصق بيه، للي معاه في حب أبدي، عشق إلهي. أشكرك يا رب على أن وجود الشخص ده اللي جه وكان في التاريخ اسمه أسماء كتيرة قوي، أثناسيوس الرسولي، عمود المسيحية، حاجات كتير قوي اتقالت عليه. ليه؟ لأنه كان شبه المسيح. ليه؟ لأنه كان بيشاور على المسيح. ليه؟ اللي كان كل القوة بتاعته طالعة من عمل الروح القدس من خلال الكتاب المقدس. خلينا نعيش المنهج ده ونمشي في السكة دي، نوصل للمسيح ونتمتع بكل حاجة يسوع عايز يديها لنا، وما نبقاش مسيحيين فقراء، وما نبقاش مسيحيين يعني متغربين عن الحياة اللي الله عايز يديها لنا. نعيش كده كأننا بلا إله في العالم. ليه؟ إلهنا غني وعايزنا نكون أغنياء زيه، عايزنا نكون شبهه عايزنا نكون شبهه في البر والقداسة، عايزنا نكون قديسين، عايزنا نكون نكره الخطية، عايزنا نكون زي ما حكينا بقى على كل القديسين، وزي ما بنحكي وزي ما كل يوم السنكسار يحكي لنا شوية حاجات. ايه دول؟ دول شبه المسيح. جم منين؟ من العلاقة مع المسيح اليومية المستمرة بحب وشوق. يا رب احنا فعلا هنسمع كلام البابا أثناسيوس النهارده، وهيكون لنا علاقة شخصية معاك، وهنحبك من كل القلب، وهيبقى يا رب كل يوم لنا عشرة مع الكتاب المقدس، وكل ما نتناول هنقول لك انقلنا ليك، غيرنا ليك. وكل ما هنصلي هنبقى باصين للسماء ونقول لك يا رب مفيش زيك، مفيش أحلى منك،
لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى أبد آمين.